بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين وبخير وعلى خير. جبت لكم اليوم الوصفة تاع الثومية. لبالي طولت عليكم، هذه اللي درتها في نفاسي. ودركا بربي ان شاء الله نفيدكم باش ديروها للعيد اللي جايينهم المهيبة ولا. هنا عندي انا درت كيلو كامل تاع بودرة اللوز، يعني شريتها واجدة، شريت لوز مرحي واجد، شريت كيلو مع كيلو تاع سكر جلاسي، يعني ديروا كيلو بكيلو، رطل برطل، نص رطل بنص رطل، نفس الكيلة تاع اللوز هي نفس الكيلة تاع السكر. هنا راح نخلطهم مع بعضهم يعني حتى ينسجموا كيما راكم تشوفوا. اللوز تاع الثومية وتاع الكفتة لازم تشريوه واجد. يعني لو كان ترحيوه في الدار ما راحش يمدلكم هذه النتيجة. بعد ما خلطهم مع بعضهم ندي نرحيهم في الميكسر، يعني مش نحيهم باش يتخلطوا برك مع بعضهم. ديجا اللوز راهو مرحي. هنا من جهة جبت يعني مادلان واجد، ولا اللي تحب طيب جينواز. انا يعني تلمو كنت ما عنديش الوقت وكنت ما نقدرش. درت ديريكتومون شريت مادلان، يعني شريت نوعية مليحة، وزدت معاها شوية تاع مكسرات، خليط تاع مكسرات كيما راكم تشوفوا، جوز، لوز، نوازات. تقدروا ديروا جوز برك وما ترحيوهمش بزاف، يعني خليوهم يبانوا، وزيدوهم على الخليط هذاك تاع المادلان رحيته. ولا قلت لكم تقدروا طيبوا لاجينواز وترحيوها، تحبوا ديروها ذوق فاني ولا شوكولا، كيف كيف. وزدت عليها شوكولا تارتيني، يعني زوز مغارف يكونوا كبار بزاف، وزدت عليهم. وشوفوا المقادير هذو نخلطهم ونلمهم بكريمة الزبدة. ديري اي كريمة زبدة راكي معتمدتيها. آم، ونزيد ملعقة كبيرة تاع الجلوكوز. شوفوا باش يجيكم سهل الجلوكوز تنحيوه من الملعقه. شمخوا الملعقه تاعكم ولا ديروا لها الزيت، يعني شمخوها بالماء ولا ديروا لها الزيت. هكا راح تهبط لكم لا كونتيتي كامله. شفتوني درت ملعقه كبيره، يعني بومبي معمره بزاف بزاف تاع الجلوكوز. الجلوكوز راح يخلي لنا هذه العجينة تاعنا. شوفوا انا راح نديرو في العجينة تاع اللوز ودرتو في الحشو، راح يخليهم طريين، يعني مهما قعدوا راح يبقاو طريين وما يبسوش معانا. الجلوكوز هذا يعتبر كمحسن. قلت لكم رحيت المعدلة يعني على حسب لا كونتيتي اللي عندكم. انا الحق دات لي كمية كبيرة. من الاحسن طيبوا جينواز في الدار خير. خيرت نوعية مليحة تاع المعدلة، ذيك اللي يكون فيها بزاف المعجون الوسط، هكا ما راحش تدي لي بزاف كريمة الزبدة، يعني وتتلم معايا بسهولة. قلت لكم المكسرات ثاني ارحيوهم خشان ولا غير هرسوهم غير بشوية هكا تاع هذاك المارتو سبيسيال تاع الكوزينة، ما على باليش واش يسميوه. ولا الرولو. المهم خليوهم باش يكونوا هكا شغل يجيوكم يبانوا في الحشو تاعكم. شوفوا راهم باينين. لميت الحشو تاعي حتى شوفوا كي نكورهم هكا نتحصل على عجينة متماسكة. ولموه برك، يعني لموه مش تعجنوه، ما تعجنوش الحشو تاعكم سينو راح يجيكم هكا شغل ما يجيكمش مهوي. الحشو تاعكم ما يجيكمش مهوي لو كان تعجنوه. جوست لموه برك بكريمة الزبدة باش يجيكم خفيف. وهنا جيت نوزن الكوريا تاعي، ما على باليش على هنا الميزان ما بينليش قداه درت الحشو تاعي. درتو قداه 35 غرام. الحبات راح يجيوكم ملاح كي ديروا الحشو 35 غرام. ودرك تشوفوا قداه وزنت لاباط تاعي، لاباط دامون تاعي. الحشو تحبوا ديروه من 30 حتى ل 35، راح يجيكم حبات ملاح وباهيين، يعني ما يجيوكمش صغار، ما تصغروش قل من هك.
نكورهم كامل ونحطهم في بلاطو وندخلهم للكونجيلاتور. لازم يكونوا مكونجلين ويكونوا يابسين هيك باش يساعدوكم في الخدمه. لو كان تخليوهم هيك طريين ما راحش يساعدوكم في الخدمه وراح يتخلطوا لكم مع لاباط تاعكم. هنا بعد ما رحيت بودرة اللوز تاعي مع سكر جلاسي، زدت عليهم ملعقتين كبار تاع مارغرين، وشفتوا كيفاه مسحت الملعقة تاعي بالمارغرين باش نهز بها الجلوكوز. يعني مادامني مادامني درت بها المارغرين وليت مسحتها بالمارغرين هذيك اللي بقات فيها ونهز بها الجلوكوز هيك بعد ما راحش يلصق لنا في الملعقة. قلت لكم الجلوكوز يعتبر كحافظ العجينة تاعنا، راح تبقى لكم طرية أطول مدة. على بالنا بلي جاتو الثومة هذا والكفتة يجي وكيما لي فروي، يعني نفس تقريبا نفس لاباط تاع لي فخوي. وهنا نحاول شغل نبسس هذيك لاباط تاعي بالزبدة والجلوكوز، ندخلهم مليح مليح في لاباط هذيك ولا في اللوز اللي مخلطة مع السكر. قلت لكم كيلة تاع لوز بكيلة تاع سكر لازم يكونوا نفس الكيلة، كيلو كيلو، رطل رطل، نص رطل نص رطل، 100 غرام 100 غرام، لازم ديروهم كيف كيف. شوفوا كيفاه ندخلهم في الخليط تاعي مليح مليح. نحاولوا شغل رانا نبسوا فيهم وندخلوهم بكفوف الايدي تاعنا. بعد ما دخلت الزبدة والجلوكوز هذوك في لاباط تاعي ولا في اللوز والسكر هذا، كنجي نلمهم بماء معدني. يعني انا درتهم بالماء معدني، كاين اللي يديروهم بشربات هكا راح تجيكم شويه زايده حلاوه، بصح كي ديروها بالماء المعدني يعني ديروا ماء معدني، ما ديروش ماء نورمال هكا باش يبقى لكم اطول مده وما يفزتش معاكم. ما يفزدش هذاك اللوز. لو كان ديروه بالماء نورمال راح يفزد لكم، ولا تقدروا ديروه ثاني بالماء زهر، بصح الاحسن ديروه بالماء معدني، يعني خير من الشربات وخير من ماء زهر. واذا حبيتوا تلموه بالشربات نقصوا لا كونتيتي تاع السكر. اكزامبل ديروا كيلو تاع بودرة اللوز مع 800 غرام نتاع سكر جلاسي هكا، ونحاول لم حتى نتحصل على عجينه متماسكه. ما ديروهاش طريه بزاف وما تخليوهاش يابسه بزاف، سينو راح تجيكم يابسه، واذا درتوها طريه بزاف راح تعذبكم في الخدمه. شوفوا كيفاه تجي متماسكه وتجي ليس ما شاء الله. ولموها يعني مام هاد لاباط ما تتعجنش، لو كان تعجنوها اللوز راح يخرج لكم الزيت تاعو. جيست لموها برك. درك نقول لكم قداه من بعد نقول لكم قداه خرجت لي لا كونتيتي تاع كيلو هيك باش يكون على بالكم اللي عندهم مناسبات يديروا حسابهم. نقول لكم بالضبط ويعني قد قداش خرجت لي. هنا لميت العجينه تاعي، شوفوا جوست لموها برك كيفاه تجي اللي تهبل وتجي طريه، يعني مش طريه بزاف بزاف، تجي طريه وفي نفس الوقت حاكمه روحها. غلفتها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح على الأقل ساعتين، ونجي نوزنوها 45 غرام. قلت لكم لاباط 45 غرام والحشو 35 غرام. ديما الحشو ديروه ناقص على لاباط ب10 غرام، يعني إذا درتوا الحشو تاعكم 30 غرام ديروا لاباط 40 غرام. هنا راهو يعني جمد الحشو تاعي كيما راكم تشوفوا، خليوه يجمد تماما. نوجدوه هو الاول قبل ما توجدوا لاباط. كورت يعني لا كونتيتي تاعي كامل هكا باش تساعدني في الخدمه. ديجا الحشو راهو واجد. نحلو لاباط تاعنا بالطريقه اللي راكم تشوفوا، نبسطوها غير بيدنا ونديروا الحشو في الوسط ونقفلوا عليه بالطريقه اللي راكم تشوفوا.
شوفوا هي تبان لكم صعيبة الخدمة تاعها وكلش، بصح كي توجدوا يعني توجدوا الحشو تاعكم تحطوه في الكونجيلاتور، تزيدوا توجدوا لاباط تاعكم كي ترتاح شوية تزيدوا توزنوها وتكوروها، ولا اللي تحب دير عينها ميزانها. كي ديروا لا كونتيتي كامل توليو تخدموا فيها وتحطوا وخلاص يجيكم هيك، تجيكم الخدمة سهلة. كي تنظموا حوايجكم يعني وتنظموا كلش تاعكم تجيكم الخدمة سهلة بزاف. بعد ما درت الحشو تاعي قلت لكم لازم يكون جامد، راني نانسيستي لازم يكون جامد، سينو راح يعذبكم ما راحش يصلح لكم، راح يتخلط لكم مع لا داموند. وخدمتهم بكفوف الايدي كيما راكم تشوفوا حتى يوليو ليس ويولي الشكل تاعهم يعني كيما الكرة، يوليو قد قد. نجيب لاكوبات ولا موس ولا جيبوا حاجة تكون ماضية شوية ونخدموها بالطريقة اللي راكم تشوفوا درك تشوفوا معايا حبات اخرين. هنا سامحولي ما راحش يبان مليح. نقسموها على زوز من بعد على 4 ومن بعد على 8، نتحصلوا على شكل تاع الثوم. يعني على شكل الثوم عليها سماوها الثومية، وعندها يعني مميدي تاع لي فخوي. هنا بعد ما خدمت الحبات تاعي جيت هنا شوفوا خدمت الحبات هذو وحبيت نعطيلكم التزيين تاعهم، ومن بعد نروح نكمل لا كونتيتي تاعي. شوفوا درتها بهذا الناكخي. انا خيرت ندير بلون دوغي، يعني هو يبان لكم بلون بصح راهو يضرب للدوغي هكا يجي بلون دوغي. درك نعطيلكم لابوات تاعو، نتوما تحبوا ديروا غاز تحبوا ديروا دوغي، المهم كيما حبيتو. انا حبيت يعني خيرت هذا لاكولاغ تجي باهيه بزاف في الثوميه. الثوميه ولا الثومه مقبل انا نقول الثوميه هي قولها حلوت الثومه ولا قاطو تاع الثومه. شوفوا كيفاه تجي باهيه الله الله. ومن الاحسن ديروا بانشو يكون يعني يكون حنين هكا باش ما يخبشهاش. انا عندي هذا سبيسيال ندير به ناكري لي غاتو. شوفوا حبيباتي ان شاء الله كلش يكون واضح وتكونوا فهمتوا مليح عليا وفهمتوا الطريقة تاعي، ونكون فدتكم ولو بالقليل. نتمنى نكون عطيتكم كامل النصائح هكا باش تنجحوا فيها تجيكم بنينة وتعجبكم وتعجب الضيوف تاعكم، خاصة اللي راح يجيبوا لها المهيبة ولا اللي راح يديو ثاني ولا العراس، يعني حاجة تحمر الوجه. شوفوا حبيباتي انا درت معكم 3 حبات هادو جاو ما شاء الله. هنا مازال ما ديكوريتهمش، ديكوريوهم بلي فلاغ ولا بوش حبيتو. هذا هو الناكري اللي استعملته، هذه لا مارك. ويجي يعني بلون دوغي، انا درت بلون دوغي. هنا بعد ما كملت لا كونتيتي تاعي كامل ودرتها في لي كيسات. كنت درتها قبل ومن بعد كومونديت لي فلاغ هادو، يعني ما خدمتهمش انا تاع عجينة السكر، كومونديتهم من عند ميمة. راني كنت حطيت لكم ديجا في فيديو سابق الفيسبوك تاعها اللي يحب يتواصل معاها، خدمتها متقونة ما شاء الله. شكرا على المتابعة.